السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم مرة ثانية أصدقائي متابعين قناة دار علي العوضي العطرية. الأجواء الشتوية بدت، خليك في الانترو بنتسولف بعدين. حياكم الله مرة ثانية. ومثل ما تعرفون في الأجواء الشتوية احنا محتاجين عطر شو؟ عطر دهن عود. ومن أحلى أنواع دهن العود اللي نسوي فيها عطر اللي هو دهن العود الكمبودي. لكن في الأغلب دهن العود الكمبودي يكون ثابت وما في الفوحان اللي احنا ندور عليه. اليوم بسوي وياكم خلطة خفيفة من 4 مكونات، يعتبر من العطور التشبر سهلة الوصول للقلب. تعالوا وياي خلنا نتعرف على المكونات والكميات. بس قبلها إذا كنت أول مرة تشوف القناة لا تنسى تشترك في القناة وتسوي لايك وشير وتفعل خاصية الجرس عشان أول ما تنزل خلطة جديدة يوصلك المسج. وإذا كنت مشترك قديم لا تنسى تكافئنا بلايك وشير. حبيبي أنت. يلا ننطلق. أول هالمكونات بتكون دهن العود الكمبودي، موجود عندنا في المتجر من اللي هي درجة التربل اكس. هذا يا طويلين العمر احنا في الخلطة هذه من لتر الدهن راح نستخدم 500 جرام، يعني اللتر النص بيكون دهن عود كمبودي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتقولون الكمية اللي موجودة هني مو بنص كيلو او مو ب 500، نعم، لان احنا راح نسوي فقط 200 جرام، لكن بعطيكم قياسات الكيلو. بعدين انت تبغى تسوي نص اقسمها في 2، تبغى تسوي ربع اقسمها في كم؟ في 4. تبغى تسوي 100 جرام تقسمهم في كم؟ ايوه في 10. طيب خلصنا من دهن العود الكمبودي. حطينا دهن العود والحين نروح للشيء اللي بيعطينا فوحان جميل وبيخف شوية من قوة دهن العود وبيعطينا ثبات رائع أيضا، اللي هو الورد الطائفي. طبعا الورد الطائفي احنا للكيلو راح نستخدم 200 جرام. كيلو المخلط كامل بيكون 200 جرام من الورد الطائفي. شو الدرجة اللي بتستخدمونه؟ كل واحد والميزانية اللي عنده. وإذا حابين انكم تستخدمون أو تطلع عندكم الخلطة نفس خلطتنا، ممكن تستخدمون الورد الطائفي اللي موجود عندنا في المتجر. خلطنا الحين الورد مع دهن العود. شيء جميل جدا. بتقول طيب اقدر استخدمهم مثلا اذا خلطت هالاثنين بس كدهن للجسم، استخدم وانت مطمن واطلع باحلى دهن حق الشتاء. طيب عقبها راح نروح للتوب نوت اللي بيعطينا فوحان، لكن العطر الشرقي انا ما ابغي توب نوت تكون ريحته تخرب العطر، ابغي ريحه سترس حمضيه فنانه او ريحه عشبيه حمضيه تعطيني فوحان وفي نفس الوقت ما تخرب على العطر. يا ترى شو اخترنا؟ خليك معنا. طبعا اخترنا عشب الليمون او الليمون جراس، ريحه عشبيه حمضيه في نفس الوقت، لكن راح نستخدم كميه جدا بسيطه اللي هي 50 جرام في اللتر. انت مركز وياي فقط 50 جرام للتر عشان تعطيني فوحان مسافه ابعد في العطر وديمومه وثبات جميل جدا ما يكون فيه فوحان عالي. طيب الحين احنا حطينا هذه المكونات كلها، حطينا نص كيلو مع 200 جرام مع 50 جرام، كم صار عندنا المجموع؟ 700 جرام. كم باقي لنا؟ باقي لنا 300 جرام يا الغالين. زين العطر هنا ما اكتمل،
شو ممكن نستخدم؟ نستخدم مادة تخفف لنا العطر، تمام، وفي نفس الوقت تقلل من التطاير. وركزوا، تقلل من التطاير وليست بمثبت. في ناس تفهم كلمة يقلل التطاير بشكل عكسي، يقلل التطاير عن المثبت. لا، الكحول سريع التطاير، هذه المادة اللي بنحطها أقل تطاير منها، فبنزيد احنا الكمية ان نوصل حد اللتر بدون ما نأثر، بدون ما تطبع او يطبع دهن العود على الثياب، بدون ما تطغى ريحة الورد الطائفي، بدون ما يغطي الليمون جراس على الخلطة الجميلة اللي سويناها. خلوك يعني رجعنا لكم مرة ثانية. كم راح نحط من المادة هذه اللي هي الدي بي جي؟ بنحط ربع لتر اللي هو 250 ملي. انا مو بشاطر في الرياضيات، حسبت غلط وما حد منكم ركز وياي. قلنا نص مع 200 هاي 700، مع 50 يعني 750. كم اللي باجي 250 راح نحطهم من مادة الدي بي جي او محلول الدي بي جي. ما راح يأثر عندنا على ريحة العطر، وفي نفس الوقت راح يعطينا فوحان جميل وبيقلل نسبة التطاير. لا تنسون ان معظم عطور ادهان العود تطبع في الثياب. زين، معظم ادهان العود تكون ثقيله مع شويه رطوبه وحراره، ممكن ان تجلب اذا كانت نسبه دهن العود عاليه فيها. احنا استخدمنا الدي بي جي عشان نقلل الكميه وفي نفس الوقت او نزيد الكميه ونخفف اللون ونعطي ثبات ونعطي فوحان ونعطي جمال للعطر. الحين خلصنا، مغناطيسنا داخل، نحطه على الخلاط ونشغل الخلاط، ومثل ما اقول لكم دوم على الخلاط، وبعدها نخمر العطر، وبعدها نذوبه في الكحول ونستمتع باحلى ريحه بدون استخدام جهاز مزج يكسر كل جزيئات الزيوت في بعض ويخليها جزء متوحد. ما راح تحصل على لاين عطر ثابت، بتلاقي نفسك مسوي عطر شوي دهن عود، شوي ليمون جراس، يرد ورد طائفي، تم انت كانك تسبح في البحر. احنا نبغي عطرك يكون لاين واحد. اخلط صح، خمر صح، عتق صح، ذوب صح، واستمتع باحلى عطر. اتمنى ان تكون الحلقه هذه خفيفه جميله وحبيتوها، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه، وتريونا كل اسبوع مع طيب جديد. في امان الله.